احد نجوم مباراه اليوم، الريان يصعد لمربع الذهب يقصي حامل اللقب، شفت ازاي مباراه اليوم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الاداء وعلى الروح وعلى حضور الجمهور. الشباب ما قصروا من اول دقيقه، يمكن اخر 5 دقائق شوي يمكن التعب اثر علينا، بس الحمد لله المباراه بالنسبه لنا كانت نفوز على طول، نتاهل الدور الثاني الحمد لله. مباراه بكره مش تحصل حاصل، ان شاء الله ان بكره ان شاء الله نقدم مباراه حلوه، بس مش المباراه اللي بتكون اقوى من اليوم. اليوم كانت المباراه قويه بالنسبه لنا، الحمد لله الشباب ما قصروا، وان شاء الله بكره ان شاء الله ونصف النهائي. مسعود الشاذلي احد نجوم الريان، مباراه صعبه، مباراه دراميه، كيف ترى مباراه اليوم؟ أول شيء الحمد لله على الفوز، ونهني الريان على يعني رحنا لنصف النهائي. هذا الكل يعني بمجهود كبير، حطينا يعني المباراة هي في قلوبنا، وتحدنا مع بعضنا، دفاع مع بعضنا، هجوم مع بعضنا، والحمد لله ربي كنا عائلة واحدة، والحمد لله فزنا يا ربي. ايه سر اداء الريان اليوم بهذه القوه؟ القلب وحب حب اللاعبين للجمعية. الجمهور لبى اداء اللعيبه اليوم؟ أكيد الجمهور ما قصرش معنا، ديما معانا الجمهور، ونحيوه ونهديه الفوز اللي هو الفوز هذا، وإن شاء الله يعني يقعد يتبعنا حتى للنهاية إن شاء الله، وربي يكرمنا إن شاء الله ونمشوا النهائي وناخذوا النهائي إن شاء الله. عبقرية كمال عقاب اليوم قادت الرهيب للدور نصف النهائي للمربع الذهب، كيف ترى مباراة اليوم؟ والله احنا كنا ننتظر ان المباراه بطبيعه الحال تكون صعبه، لكون ان الفريق المظالي كان اخر حظ له، لان لازم يفوز باش يقعد حظه للتاهل، وحنا كان لازم نفوز باش نتاهل. الحمد لله تاهلنا، لكن فيه بعض اللحظات وين فريقنا ما اداش اللي عليه، لان نجم نقول ان اللاعبين بعض الاحيان تسرعوا في الهجوم وما عطاوش قيمه للكره، هذا اللي سمح للفريق ماضر باش يرجع، وخاصه نعرفوا ان قوته فاست بريك، لكن اعطينا له كور سهله فاستغلها. لكن الحمد لله ونشكروا لان اللاعبين عرفوا كيفاش يسيروا المباراه حتى لما رجع فريق ماضر. القادم سيكون اصعب، ماذا تحضر للقادم؟ والله احنا اليوم نبحث نسترجع اللياقه، لان اللاعبين تعبوا وما عندنا اقل من 24 ساعه للراحه، لكن كل مباراه وحقيقتها، كل مباراه واسرارها راح نتكلم بكره ان شاء الله على المباراه. اليوم ان شاء الله ناخذ طعم هذا الفوز وطعم تاهل حسابيا، فيما بعد نشوف المباراه اللي بطبيعه الحال راح تكون ضد فريق قوي، واحنا ايضا راح عندنا كلمتنا ان شاء الله. في البداية نبارك للكابتن علاء مرغني مساعد المدرب بالتأهل للدور نصف النهائي، مباراة صعبة، مباراة حاسمة في الدور، رأيت المباراة ازاي؟ والله الحمد لله أولا على الفوز والوصول للمربع الذهبي. المباراة كان فيها ضغط عصبي جامد جدا، زائد ان إصابة الحارس واحنا في الإحماء، فترة الإحماء إصابة الحارس الأساسي، كل ده أثر علينا في الأول مع الضغط العصبي اللي احنا لازم عشان نفوز نوصل للمربع، فكل ده عمل تأثير ضغط عصبي على اللاعبين. لكن الحمد لله اللعيبه ادت بروح قتاليه، الحراس المرمى كانوا عند حسن ظن الجميع، ووقفوا وصدوا وعملوا موقف رجولي. الصراحه انا بحييهم من عندك، بحيي حراس المرمى، صدوا ببساله عن المرمى بتاعت ريان بصراحه يعني.